الصالحين ولا نزكيه على الله. وقعت لي حادثه سير كسر فخذاه، العظمين ديال الفخذين ديالو، يعني الفخاد ديالو بجوج تهرسوا العظومه ديالو، يعني عنده القبض من الحوض الى الكعبين كله قبض تقريبا. بقى في هذيك الحاله ما يقارب 3 أو 4 أشهر. كيقول لي عاد واش كانت الشهاء خويا ياسين؟ كيقول لي كانت الشهاء غير كيفاش نلقى دوره باش نحط جبهتي للارض بغيتي نسجد. قال لي راه كنصلي والسيد كيصلي الحمد لله. قال لي غير تشهيت نسجد. شحال يخلص عليها؟ واحد اخر تشهى يصرد الدغمه، واحد اخر تشهى يشوف هي ولادو. جات حادثه سير كلفطاتهم ليه كلهم دقه واحده، طاكسي واحد جمع كل شيء. واحد تشهى يشوف هي والديه. شتي الدنيا كي دايره، والدنيا كلها ملي كتمشي للقران كيقول لك حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، لاش لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هذه هي الحياه الدنيا، وهذا الشيء اللي خصنا نتعلموه. خصنا نتعلموا كيفاش نصيبوا كذا، ونتعلموا كيفاش نديروا لهذه، ونتعلموا كيفاش نقريوا هذا، ونعلموا كيفاش نديروا. لكن هذا الشيء هو من العلم الواجب. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الكفار هنا ماشي بالمعنى ديال الكفار الذين يكفرون بالله، الكفار بمعنى الزراع، يعني الفلاحه، لان كفر أي ستر وغطى. يقول كفر الزارع أو الفلاح البذرة في الأرض، يعني حفر لها وحطها وغطاها. ليش هذاك الكافر بالله كيتسمى كافر؟ لأنه غطى الفطرة السليمة في قلبه وكفر بالله عز وجل وأشرك مع الله غيره. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. واللي كيمشي مره للعروبيه في فصل الخريف وعاود يضرب لها طليله في فصل الشتاء، فاش كتصب ديك الشتاء الاولى وكتبدا تخضر، ومن بعد كيشوفها في الربيع وكلها زهرات وكلها نبتات وكلها زيانت، وكيشوفها في الصيف كل شيء صفار كيتسنى الحصاد، ومن بعد كيشوفها في الاخر ديال شهر 8 كيفاش كتكون الارض كحله، تقول بحال نزل عليها السخط. هذه هي الدنيا. ففين ما تكون غادي ويبان لك شي شويه الربيع وشي زنيقه في شي بلاصه الى اخره، تفكر الدنيا راه هي هكا دايره، وعاود تفكرها ملي دوز من حداها ملي يصيف الحال، ويبان لك هذاك الربيع والنوار والكركاز وداك الشيء كله مشى. اش ناض بلاصتو؟ اي الشوك. كتقول فين كان هذا الشوك ملي كان هذاك النوار؟ كان كيتسنى النوار يحيد، وغيحيد النوار، غير الله يخلفنا حنا نوار على نوار، ما فينا ما يخرج لك الشوك وانت غادي عند سيدي ربي شديد تلقى. نسال الله العافيه. كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اش خصنا نديرو سيدي ربي هنا؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا والله ذو الفضل العظيم تعود 2 مرات في سورة الحديد هنا وفي الآخر ديال السورة. تقرر السورة أيضا مبدأ القضاء والقدر، أن الإنسان عليه أن يجتهد في الأخذ بالأسباب، لكن قضاء الله عز وجل نافذ. في قوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الله عز وجل قضى بحكمته أنه سيكون مهتدون وسيكون فاسقون. احنا مادام احنا ما عارفينش الآخرة ديالنا فين غتكون، واش مع هادو ولا مع هادو، نجتهد. حيت واحد كيقول لك ومن اللي سيدي ربي عارفنا يعلم سبحانه وتعالى فين غيكونوا المهتدين وفين غيكونوا كذا وشكون غيكون من هادو وشكون غيكون من هادو. علاش حنا نبقاو نهرسوا راسنا وكذا الى اخره؟ الله عز وجل يعلم. لو كان غيديرني هكا غيديرني هكا. نقول ليه الله عز وجل يعلم ويعلم قبل خلق الخلق من سيكون